السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا. وصفه جديده ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه والهنا. غادي نصايبوا مهلبيه اللي غادي نحتاجوا ليها اطرو ديال الحليب. كنحتاجوا زعما بحال هاد التحليات هادو في السحور. المهم غادي نديروا اطرو ديال الحليب. عندنا النشا 3 المعالق ديال النشا، السكر على حسب الذوق، ولو سكر فاني. غادي نخويو هنايا شويه ديال الحليب على هاد النشا باش نذوبو بوحدو، عاد باش ندوز باش انني نخلطو مع اللي في الكاسرون الحليب الاخر. وهنايا غادي نديرو السكر على حسب الذوق ديالكم، يعني كاين اللي كيبغي الحلاوه بزايد، كاين اللي لا. صافي من بعد ما خلطنا داك النشا غادي نخويوه هكذا، وغادي نديو كلشي فوق النار مع التحريك. غنديرو هكذا على النار، ما تكونش عافيه مجهده، تكون عافيه متوسطه، وغادي نبقاو كنحركو يعني ما نحسوش من التحرك باش ما يتكورش لينا هذاك النشا. هانتوما من بعد ما كتغلى لنا وكتبدا تحال اكيد مع التحريك المستمر كيف ما قلنا، راه ولات ثقيله. ملي كتبدا تغلي هكا وكدير بويقات صافي كنعرفوها راها وجدات معنا. غادي نضيفوا ليها واحد 2 طريفات ديال الزبده اللي كيعطيوها واحد القوام كريمي، وكنحركو صافي وكنطفيو النار. هانتوما من بعد ما طفينا عليها النار كنزيدو شويه الروح ديال الزهر، اللي بغى النسمه ديال الزهر، وكنحركو مزيان. المهلبيه صراحه شوفوا البخار ما خلاش باش انني نصور، كتجي بالزهر خطيره احسن يعني، ولو كديري فيها الفاني ولكن ملي كتضيفي الزهر كتجي مذاق روعه، كتجي زوينه بزاف. يمكن لكم تستعملوا هذا الزهر، هذا الروب ديال الزهر اللي انا استعملت، اولا تستعملوا داك الساشي ديال الزهر، سكر بحال هذا السكر فانيلي انا دابا تيكون هو ديال الزهر. صافي دابا من بعد ما هذه غير الزبده اللي استعملت، من بعد ما حركنا مزيان سميتو غادي ندوزو باش نخويه مباشره في الكويسات اللي حنا غادي نقدموا لهم. غادي نقدموا هذه المهلبيه هذه، يعني ما نخليوهاش قبل تدير لنا القشره وتبرد وتدير لنا القشره. هنايا مباشره غادي ندوز دابا نخويها. صافي المهلبيه هكذا غادي نديروها تتبرد. المهم هادشي مسحوه باش تفينيوها، المهم غنخليها حتى كتدفى وغادي ندخلها للثلاجه ان شاء الله تبرد حتى كنبغي نقدمها وكنزينها. زينوها باش ما بغيتو. المهم نتلاقاو ان شاء الله. واخيرا المهلبيه من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. زينتها بشويه ديال اللوز اللي كيكون بحال هكا مقلي ولا محمر ولا كيف ما بغيتو. مهم تحليه جد سهله ورائعه ولذيذه، كلشي كيبغيها صغير وكبير، وكتنفع لسحور رمضان. ان كلشي في رمضان كيبغي التحليات، سواء مور الفطور يعني ملي كتصلي العشاء وهذا كتبغي تاكل شي حاجه حلوه، او لا من مور يعني في السحور ملي كنوضو نتسحروا. معروف كلشي المغاربه كيديروا تحليات في السحور في رمضان. مهمه بقى لي الا نودعكم ونوريكم بعدا القوام ديالو كيفاش كتجي هاد التحليه هذه.
هانتوما تشوفوا كتجي كريميه، راه غير هذيك القشره الفوقانيه فقط اللي كتكون يعني ضروري ما كدير القشره، اما هنايا راها كتجي يعني كريميه ماشي ثقيله، راه كتجي خفيفه. غير جربوها غادي تنال الاستحسان ديالكم.